وصفتي لليوم من الوصفات اللي شهرت كثير على السوشيال ميديا. بيج ماك تاكو بطريقة سهلة والطعم ما شاء الله ما تخيلت تطلع بالطيابة هاي. تعالوا نشوف كيف رح نعملها. أول خطوة هون رح نعمله رح نحضر لصوص البيج ماك. طبعا لازم تحضروه أول خطوة حتى يكون معكم بارد وحتى تاخذوا أطيب نتيجة للصوص. رح نحتاج هون 3/4 كوب من المايونيز، 3 ملاعق كبار من الكاتشب، معلقة كبيرة من الخردل، ورح نحتاج هون معلقة كبيرة من صلصة الباربيكيو المدخنة اختياري بس بتعطي نكهة كثير طيبة. رح نحتاج المخلل المقطع بالإضافة إلى معلقتين كبار من مية المخلل. البهارات رح نحتاج معلقة صغيرة من البابريكا المدخنة، معلقة صغيرة من بودرة الثوم وبودرة البصل. بخلطهم كثير منيح مع بعض، وإذا حبيتوا تعدلوا أي إشي بيرجع حسب الذوق. أنا هون عدلت شوي بالخردل، رجعت حطيت معلقة صغيرة. رح أورجيكم قوام الصوص هيك عندي ممتاز. بغطي الصحن وبدخله الثلاجة. الخطوة اللي بعديه هون رح نحضر للحمة. بالنسبة للحمة هون أنا استخدمت لحمة خاصة للبرجر، جبتها من عند اللحام، طبعا لحم بقري بالإضافة إلى شوية من الدهن. كمية الدهن الموجودة فيه تقريبا 20%. البهارات اللي رح أحطها هون هي الملح والفلفل الأسود فقط لا غير. رح أعتمد على نكهة الصوص. الملح هون حطيت تقريبا معلقة ونص كبيرة، الفلفل الأسود نص معلقة صغيرة. اللحمة عندي هيك صارت جاهزة. الخبز اللي راح استخدمه اليوم للوصفة هو خبز التورتيلا، بس راح استخدم هون أصغر مقاس. في حال مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا أي خبز، بس المهم إنه يكون عندكم الحجم صغير. بالنسبة هون لطريقة العمل كثير بسيطة. باخذ كمية من اللحمة بوزعها على كل الخبزة. رح أحكي ملاحظة بالنسبة لكمية اللحمة، الأفضل إنها تكون الكمية وسط، ما تكثروا من كمية اللحمة حتى تلحق إنها تستوي معكم. طبعا هاي الخطوة كثير مهمة. بالنسبة هون لكمية الكيلو ما شاء الله طبعا بتعمل عنا كمية جدا وفيرة. تقريبا هون عملت عندي 20 قطعة. إذا حبيتوا تعملوا نص المقدار أكيد ممكن. بالنسبة للقلاية هون طبعا حطيت كمية منيحة من الزيت النباتي. القلاية عندي هون حامية لكن بتكون عنا على نار وسط حتى تلحق إنها تستوي معنا اللحمة. أول ما أشوف عندي هون اللحمة بلشت تاخذ اللون الذهبي الغامق ببلش أقلب فيها. طبعا بهاي المرحلة لازم عنا الغاز يكون على الواطي حتى تلحق إنها تستوي معكم من تحت. حطيت هون جبنة الشيدر، وأول ما أخذت عندي هون الخبزة لون ذهبي على طول شلتها وحطيتها على جنب. طبعا شغلهم أبدا ما بياخد منكم وقت، سهل سريع، وبنفس الوقت الطعم ما شاء الله صراحة ما تخيلتها إنها تطلع بالطيابة هاي. وأهم شغلة كمان إنها سريعة، يعني ما بتاخذ منكم شغل. أنا هون اشتغلت كل الكمية. بالنسبة هون لبيج ماك تاكو رح أحط معه الصوص اللي إحنا عملناه. شوفوا ما شاء الله طبعا قوام الصوص النكهة كلياتها بالصوص. رح ننزل هون الخس المقطع، ورح أحط هون البصل الأبيض بالإضافة للمخلل. ممكن تحطوا أنتوا المطيبات اللي أنتوا بتحبوها. هون أنا اشتغلت كل الكمية وبعديها قدمتها. طبعا طعم الساندويش بيعتمد على نوع اللحم اللي انتوا عم تستخدموها. ما شاء الله الطعم النكهة جدا شهي. هالوصفة من الوصفات اللي عملتها أكثر مرة في البيت. حبيت اليوم إني أشاركها معكم. وصفة سهلة الطعم شهي، بتمنى إنها عجبتكم. إذا عجبتكم الوصفة عجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناة الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة، ويعطيكم ألف عافية وشكرا.